السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وعافية. اليوم راح نسوي تمن ماش. اول شي هذا الماش تجيبوه خلوه بصينية وتنظفوه من الشوائب. اي شي تشوفوه غير الماش تطلعوه تنظفوه زين. بعدها راح تخلوه بجدر وتغسلوه غسلتين. بعدها راح نخليه على الطباخ ننتظره الى ان يفور، واذا شفتوه قل المي مالته طبعا راح نضيف له مي الى ان يستوي. هنا عندي قل المي مالته، ضفت له مي الى ان يستوي. بعدها راح اجي اشوفه مستوي، راح انتظره شوية يفور. راح اضيف الملح. راح اسوي انا هنا بطريقة البزل، اضيف ملعقتين من الملح. بعدها انتظر المي شوية يفور واضيف التمن. طبعا الكمية انتو حسب عدد الاشخاص اللي عندكم، انتو تتحكمون بالكمية. راح ننتظر هنا نخلطه شوية حتى ما يلزق بالجدر، وننتظر الى ان التمن يستوي. مو كلش يستوي، انما تحسوه بعد بيه شوية، يعني الحبة تكون مالته مو كلش مستوية حتى لا يعجن عندنا. هسه هنا بعد التمن شلون استوت، لازموا بايدكم تحسوه مستوي، بس بعد يراد له شوية، بس هذا راح يستوي بالتهدئة. بعدها راح اجيب مصفي واصفي. اذا كان معجن عندكم التمن ضيفوا له شوية مي، رشوه بالمي هو بالمصفي. بعدها راح نرجع الجدر على الطباخ، نتركه ينشف شوية من المي. راح اضيف له زيت، اخليه شوية يحمى الزيت، واجيب التمن اصفطه بالجدر. بهاي الطريقة صفطوه حتى لا يعجن عندكم، يعني مو تجيبون المصفي كله وتخلوه بالجدر، شوية شوية بطريقة النثر، عبالك دا تنثروه شوية شوية الى ان تخلص الكمية عندكم. بهاي الطريقة ما راح يعجن عندكم التمن. بعد ما كملنا راح نسوي هاي الطريقة ونزرفه حتى البخار يطلع ويستوي كله. هنا رجعته على الطباخ. اول شي تخلوه على نار عالية لمدة ثواني بس يحمى الجدر، ونصيه. وبعد ربع ساعة تلقون التمن ناشف تحسوه. راح ندهنه. هنا نشف عندي التمن من الرطوبة او من المي. راح بطاوة اخلي دهن واتركه الى ان يحمى الدهن كلش. هسه شوفوا بحيث هيجي يطلع يقوم دخان مال الدهن. هنا بهاي الطريقة عندي شلون الدهن حمى. راح اشيله واضيفه على التمن، بس انتبهوا هاي الطريقة خطرة لا تحترقون. بعدها راح نخلط التمن حتى كله يتجانس بالدهن. واذا تحبون تخلون بصل، تحمسون بصل وتخلون وياه هم كلش طيب. اني راح احمس هسه هنا بصل واخليه فوقه. هنا رجعت بنفس الطاوة اثنين بيها دهن شوية، راح اخلي اضيف له بعد دهن واحمس البصل.
وارجع اخليه على التمن واقلبه. وهنا بعد التمن هسه صار عندي جاهز، تقدرون تقدموه ويا الدبس او ويا التمن. والف عافية. ان شاء الله عجبكم، وكتبولي بالتعليقات شنو تردون بعد من وصفة حتى ننزل لكم اياها. ومع السلامة.